بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم ونهاركم مساءكم بكل خير، لأننا نتحدث إليكم مشاهدين الكرام من قارة أستراليا، والمشاهدين طبعا هنا وهناك، فاختلاف المطالع والمشارق يخلينا نقول نهاركم ومساءكم وما إلى ذلك. على كل أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم مرة ثانية. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. هذه الحلقة 100 رقم 154 في هذا البرنامج، برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم برفقة الزملاء الفنيين والمخرجين الذين يسهرون ويعكفون أن تخرج إليكم الحلقة بهذا الثوب الذي ترونه أمامكم. أيها المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا، وأرحب بضيفنا الأستاذ نزار حنا يوسف الديراني من العراق الشقيق، وقد تحدث في الحلقة رقم 153 في تاريخ الخط وعلاقته باللغة العربية وكيف تطورت الأمور. أستاذ نزار، أهلا ومرحب بك في الحلقة الثانية. أهلا ومرحبا. كيف حالكم؟ الحمد لله، كيفكم أنتم؟ أخبار العراق الشقيق كيف يبدو؟ يعني الحمد لله ماشي. حال حال بقية الدول العربية. مم. ماذا تعني بالدول العربية أستاذ نزار؟ يعني تعرف الأوضاع الدول العربية كلها مم. يعني مثل ما يقول على كفة عفريت. الله المستعان. طيب يا سيد الكريم، أنا سألت عن العراق لأننا اليوم سنتحدث عن الشعر وعلاقة الأستاذ نزار بالشعر العربي والشعر عموما بشكل عام. وعندما يقال يذكر الشعر، يبرز العراق بشموخه وتاريخه. ويكفي قول الشاعر: رأيتك قبل رؤيتك ائتلاقا يطرز جبهة الشرق القدام، وشمتك في السطور سطور نور كأجنحة الملائكة الكرام. وقد شمخ النخيل بعدوتيها كتائب عن محارمها تحامي. ذلك الشاعر المرحوم فراج الطيب السراج من السودان الحبيب، الوطن الثاني. أستاذ الزار، أنت من العراق وبدأت في كتابة الشعر باللغة العربية، ثم وقد تكون بلغتك الأخرى، ولكن لك علاقة بديناميكية الشعر وحركته وتطوره باعتبارك من العراق، حتى لو كنت من إقليم يعني تاريخيا ينتمي إلى العراق وهو جزء لا يتجزأ من العراق، ولكن هذه مسألة لا نخوض فيها. أهلا ومرحب بك. إيه رأيك اليوم نتحدث عن الشعر العربي وعلاقتك أنت بالشعر بشكل عام، والشعر برضو باللغة التي تكتب بها؟ ما رأيك أستاذ نزار؟ أوكي. أوزان الشعر قلنا نتحدث. جميل. طيب، قبل أن نبدأ بأوزان الشعر، آه الشاعر لا يكتشف نفسه في الغالب، يعني إلا ما ندر يكتشفه آخرون. هذه المسألة إلى ماذا ترجع أستاذ نزار؟ وأين كان موقعك من اكتشاف الآخر لك أو اكتشاف نفسك؟ خلينا نحكي من البداية. أنا بدايتي حقيقة بدأت مع الشعر أو مع القراءة بالذات. يعني أنا كنت أعيش في قرية نائية، قرية تقع في مثلث الحدودي تركيا سوريا العراق. مم. والقرية كان بها يعني أوضاع يعني تعاني من الحروب الداخلية مم. بين القوات الكردية والحكومة العراقية. ولكن بعد أن أنهيت الابتدائية متوسطة معدة بالقرية، رحت إلى المدينة إلى زاخو. مم. هناك بدأت أتعرف على المكتبات وعلى الكتب. ولهذا منذ أنا في الصف الأول المتوسط بدأت أقرأ الكتب. كان في بدايتي قراءة كتب الإيمانية. بعد ذلك انتقلت إلى الكتب العلمية، وكان عندي رغبة شديدة بالكتب العلمية بالأشعة والذرة. ولكن عندما تبين لي بأنه ما ممكن أحقق حلمي في الكتب العلمية، يعني كنت أتمنى أن يكون عندي مختبر حتى أقدر أنمي قابليتي، مم. وعرفت بأنه هذا الشيء مستحيل. انتقلت إلى قراءة الكتب الشعرية. كنت دائما أقضي فترة طويلة في المكتبة
الوطنية الموجودة في القضاء. قرأت كثير من الشعر العربي. بعد ذلك بدأت أقرأ كتب الفلسفية ومن ثم انتقلت إلى بغداد. تعرف بغداد العاصمة كان بها العديد من المؤسسات الثقافية، نعم. بها مكتبات، بها يعني كثير من المجالات اللي تقدر أن تعمل وتنمي قابليتك. مم. في بغداد أيضا بدأت أكتب شعر. حقيقة قبل ذلك حاولت قدمت كتاب للطبع. وتعرف بالعراق إذا نريد نطبع كتاب لازم ناخذ موافقة وزارة الثقافة، مم. مديرية الرقابة. والهاي المديرية اللي تكون يعني تحيل إلى لجنة، اللجنة بها خبراء من حيث المادة الفنية ومن حيث الأمنيات. مم. أول كتاب اللي قدمته كان عمري بحدود 16 17 سنة. كان أذكر عنوانه ماهية الفلسفة، كان موضوع في الفلسفة. مم. وتم رفض الكتاب باعتباره يعني اتهمت بأنه من ذوات المدرسة الميتافيزيقية. مم. قال له هاي المدرسة ما تتوالى معنا. بعد ذلك قدمت كتاب مجموعة شعرية باللغة العربية، قدمته للطبع. أيضا ما تمت الموافقة باعتبار هذه القصائد خالية من الوزن والقافية. مم. بعدين تبين لي بأنه كنت بأسلوب قصيدة النثر. توجهت إلى كتابة الشعر بالسريانية، وحاولت أن أشارك في العديد من الأنشطة. بالحقيقة عندما بدأت كتابة الشعر السرياني تبين لي بأننا بحاجة إلى كتاب في أوزان الشعر. يعني بعد ما أصدرت 3 دواوين شعرية بالسرياني، الأول بالسرياني والثاني والثالث كان بالسرياني والعربي، مم. عرفت بأننا بحاجة إلى كتاب في أوزان الشعر. يعني شعر السرياني حقيقة ما كان متوفر، كان مجرد عن مقالات هنا وهناك. ولهذا بدأت أول كتاب صدر لي كان هو هذا الكيل الذهبي في الشعر السرياني. هذا درست به أوزان الشعر السرياني. بعد ذلك أيضا بدأت أكتب الشعر وأقرأ وفي بغداد يعني حقيقة كان المساحة واسعة. اطلعت على الكثير من القصائد المترجمة إلى العربية من الشعر الأمريكي والكندي وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا وما إلى ذلك. كنت أقرأ كثيرا. بعد ذلك في التسعينات كانت هناك ندوة في المجمع العلمي العراقي، والندوة كانت مخصصة بين العربية والسريانية. طلب مني أن أشارك بالندوة، فقدمت بحث بعنوان أوزان الشعر، عفوا الإيقاع في الشعر، دراسة مقارنة بين العربية والسريانية. بعد ذلك صدر ككتاب بعد أن تم نشره في كتاب من قبل مجمع العلم العراقي عن الكتاب مخصص ببحوث الندوة. بعد ذلك طبعته بكتاب. وأيضا بدأت أقرأ كثيرا بالأوزان الشعر السرياني والعربي، واطلعت على أوزان أخرى. فأيضا أصدر لي كتاب آخر بعنوان أوزان الشعر والحلقات المفقودة، مم. دراسة مقارنة بين السريانية وعربية وكردية وفارسية وتركية وعبرية استنادا إلى الشعر السومري. بالتأكيد أنا الفارسي والتركي والعبري ما أجيده، ولهذا اعتمدت على المصادر التي تتحدث عن قصائد هذه الشعوب. طبعا هذا كتاب صدر عن دار الأمل للثقافة والنشر في سوريا. وهكذا بدأت علاقتي مع الشعر. حقيقة أول قصيدة أذكرها اللي كتبتها كانت بالقصيدة، أستطيع أن أقول قصيدة عمودية. في حينها ما كنت أجيد أوزان الشعر، ولهذا كنت أعتمد على الحس الموسيقي. أقرأك في بيت 3 من عندها. كان نعم. من الذكريات سنة 1971: غادرتك قريتي بقلب باكي، وسكبت دمعي في ذكر هواك. في كل شبر قصة أينعت بذكراها الجميل وصدى غناك. يمن بقلبي حسرة لنظرة، هل تذكرين يوم لقياك؟ فبعدئذ يعني كتبت قصيدة أو قصيدتين بالعمودي، إلا أني تركت العمودي وانتقلت إلى
قصيدة النثر. طيب سيد الكريم، بارك الله فيك، شكرا أستاذ نزار من العراق الشقيق. هل شاركت في أيام المربد؟ أكيد، أكيد. شاركت في المربد. أنا كنت أحضر جميع جلسات المربد، وخاصة النقدية، الدراسات مم. النقدية، البحوث كنت أحضرها دائما. يعني مو بس المربد، بينما كان عندنا فعاليات أخرى، مهرجانات أخرى في بغداد، خارج بغداد، من خلال الأندية الثقافية اللي كان عندنا. وبعض من هذه المراكز الثقافية أنا كنت يعني رئيس لجنة ثقافية بها. مم. أستاذ نزار، طبعا عندما نتحدث عن الشعر العربي، والشعر ديوان العرب، الشعر له قوالب معينة وله أساليب محددة المعروفة ببحور الشعر العربي كما خطه الفراهيدي يعني. ولكن هنالك مدارس طبعا بين هذا وذاك. وأنت بما أنك واحدة من دراساتك دراسات المقارنة، أنه البحث في أوزان الشعر وما إلى ذلك. فتاريخيا كذا من حيث رؤيتك أنت، عندما نود الحديث عن الشعر وبحوره، بنظرك من أين يمكن أن نبدأ أو يجب أن نبدأ؟ نعم. بالحقيقة يجب أن، يعني قبل أن نفكر بالموضوع، يجب أن ندرس الأرضية التي ولدت فيها يعني هذا النوع من الشعر مم. بهذه اللغة. لا تنسى الشعر العربي ولد في منطقة كانت زاخرة بالآداب، بالقصائد، بالفنون الشعرية وإلى آخره. نعم. إذا كانت في الجزيرة العربية أو في العراق أو في سوريا، هذه المنطقة منطقة يعني غنية جدا بالتراث. كان هناك الأدب العراقي القديم من السومري والأكدي والبابلي والآرامي والسرياني وإلى آخره. إذا مم. من المؤكد القصيدة العربية، يعني عندما بدأ الأدباء العرب أن يكتبون أشعارهم، كانت ذاكرتهم غنية بما سمعوه وبما قرأوه وبما اطلعوا إليه من القصائد الأخرى. ولكن المشكلة في الشعر العربي، عندما نتحدث عن الشعر العربي وأوزان الشعر العربي، هناك صعوبة. والسبب ذلك لأنه القصائد، يعني أقدم القصائد الموجودة في الشعر العربي هي قصائد المعلقات. يعني في عهد المعلقات، القرن السادس الميلادي. ولكن هذه القصائد هي قصائد يعني متكاملة، قصائد جميلة. إذا هذا يعني لابد بأن هذه القصيدة أو هذه اللغة قد مرت بمراحل معينة إلى أن وصلت، ولكن لم تصلنا ما قبل المعلقات. هذا من ناحية. من الناحية الثانية، حتى قصائد المعلقات ما وصلتنا مكتوبة حتى نعرف كيف كتبت، كيف كان الوزن، لم تصل. كل ما هنالك هذه القصائد تناقلت شفاهيا من خلال بعض الرواة، من بينهم معزب بن نوفل وحويطب بن عبد وحماد الراوية وخلف الأحمر. مم. إذا يعني وهؤلاء الشعراء وهؤلاء الرواة أيضا لم يعاصروا شعراء الجاهلية، ولكن سمعوه من الآخرين. إذا القصيدة العربية انتقلت من شخص لآخر لشخص لآخر إلى أن وصلت لهؤلاء الرواة. وبعدئذ في القرن الثامن الميلادي، يعني بعد قرنين من الزمن أو أكثر، بدأت تدوين هذه القصائد في كتاب الحماس لأبي تمام وكتاب الأغاني للأصفهاني. إذا هذا يعني هذه القصيدة لابد انتقلت من شفاء إلى آخر، قد حصل بها بعض التغيير. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، أكيد بعض الرواة ماتوا، لم يدونوا هذه القصائد. إذا أنا أعتقد كانت هناك قصائد أخرى غير المعلقات، ولكنها لم تصل، إما لأنه الراوي توفى قبل التدوين، أو لأنه الراوي كان في مكان آخر لم تحصل التدوين. إذا من هنا تبدأ الصعوبة في دراسة الأوزان الشعر العربي. هذه رؤية، لكن كثير من الناس يعني كتبوا فيها مؤلفات وكتب، ويعني اطمأنوا إلى الأوزان التي خطها
واعتمد عليها الشعر العربي الأصيل القديم الملتزم. كان عندنا أستاذنا بيسميه شعر الرجال، يعني بمعنى يعني الشعر العمودي، يعني إذا أردت أن تختبر شاعر بشاعريته فلا بد أن يكون يكتب بالشعر الملتزم ببحور الشعر، ولا يكون هناك خلل في الوزن وما إلى ذلك. لكن رؤيتك، دراستك هي تعتبر محل احترام وتقدير، فهذا لكن لا ينفي. طيب، هل من هنا بدأت المدارس الفكرية الجديدة في الشعر والمدارس بشكل عام، إلى أن وصلنا إلى قصيدة الهايكو مثلا، وقصائد أخرى، وقصيدة النثر، وقصيدة يعني كما تعلم. هل لذلك يعني أم هو تطور طبيعي لماهية الإبداع في الشعر؟ لا لا، أكيد هو تطور طبيعي. لا مم. تنسى يعني اليوم يختلف عن ما كنا فيه قبل 200 300 سنة. مم. اليوم هناك انترنت، هناك ترجمة. القصائد العالمية تنتقل من مكان إلى آخر. الشعر العربي انتقل إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى وكذلك الشعر الأمريكي والبريطاني والفرنسي وإلى آخره انتقل إلى الدول العربية. مم. كذلك كثير من الشعراء العرب بدأوا درسوا في الجامعات العالمية، أيضا اطلعوا على الشعر في تلك الدول بهذه بلغاتهم. إذا هي مسألة طبيعية أن تطور القصيدة مثل ما تطورت كثير من العلوم. أنت طيب، هذا التطور يعني هو دائما التطور ناحية إيجابية، ولكن هناك من يرى أنه أي فكاك أو خروج عن ال- 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 المنظومة الشعرية المتوارث عليها عند العرب لا يعتبر تطور. كيف تراه أنت؟ من المشكلة احنا يعني لحد الآن بعدنا ملتزمين بموضوع المقدس، يعني كل شيء اللي عندنا بالتراث نعتبره مقدس. يعني على سبيل المثال، يعني تشوف في ثقافتنا الشرقية دائما الأب يعتبر نفسه أذكى من ابنه، إذا الابن لازم يطيع الأب. إذا يعني بمعنى آخر، إذا علينا أن نحترم التراث اللي عندنا، أن نقدس التراث اللي عندنا باعتبار آبائنا كانوا أذكى من عندنا. وهذه مفهومة خاطئة، وخاصة عند الغربيين. عند الغربيين يعني النظرة الغربية تقول لا، من المحتمل الابن يكون أكثر كفاءة، أكثر ثقافة من الأب. ليس بالضرورة كل ما يقول الأب يجب أن يطيع الابن. يعني احنا مشكلتنا بالشرق الاوسط لحد الان عندنا خطوط حمراء ما نقدر يعني بصعوبه ان نتجاوزها، واللي يتجاوز هذا الخط الاحمر يعتبر مرتد. فالتراث يعني مو بالضروره ان يكون كل ما هو بالتراث هو صحيح 100%، او مو بالضروره ان يكون جدي وجد جدي اذكى من عندي انا اليوم نحن الحياه نتحدث في مفتوحة. الشعر فقط شيخنا، أن هو بس نتحدث انا في الإنذار، نحن بتحدث في نتحدث. الشعر، لا انا أي. موضوع في الشعر. مم. يعني مثلا أنت لحد الان تأخذ البعض الشعر يعتبر، كتراث، يعني الشعر هو تراث ليس إلا. نعم البعض لحد الان يعتبر مثلا خليل بن احمد الفراهيدي اوزان الشعر ماله وكانه شيء مقدس لا يمكن التخلي عنها. اما عند البعض الاخر يقول لك لا، انا من حقي ان اكتب بما اني ارى ضروري. جميل. وأنت كما تحدثت أنه يعني المنطقة العربية قبل أن تظهر لنا يعني المعلقات وما إلى ذلك، هناك كانت قصائد ربما لم ينقلها الرواة. طيب، حنرجع برضو شينا ما بين، طالما نحن نتحدث عن الشعر العربي. الشعر العربي هو الشعر لمح تكفي إشارته، يشير إلى التمام بلا تمام. وقال الرصافي من العراق برضو: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. والشعر دائما موزون، يعني مرتبط بالوزن والإيقاع والموسيقى، ويحرك الوجدان وما إلى ذلك. أنا قلما أن يعني قصيدة النثر أو القصيدة الحديثة أو القصيدة الرقمية، خليني أنا برضو يعني أساعد الناس اللي كل يوم يفرخوا لنا أسماء. القصيدة الرقمية، قصيدة الديجيتال مثلا، يعني ما أظن تهززك عند الاستماع إليها. قصيدة النثر قد لا تهز الناس كلهم، لكن الشعر الموزون اللي بيدخل على مرتبط ده غير المحتوى طبعا، فهي تظل هكذا. عموما
بس ملاحظة بسيطة أريد أنوه على هاي اللي تقول عليها. هي تفضل. المشكلة يعني إحنا نظرتنا للقصيدة هي خطابية. فعلا القصيدة مم. عند تريد تلقي خطاب، القصيدة الموزونة وبها قافية راح تهز المقابل. ولكن قصيدة اليوم مو بالضرورة أن تكون خطابية. أنا أتذكر في أحد مهرجانات المربد كنت جالس مع الشاعر الكبير، الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي. يا سلام، نعم. الوهاب البياتي شاعر يعني قامة كبيرة في الشعر العربي. سألته ليش بدأ تقرأ قصيدة؟ قال أنا يعني صوتي ما يساعد إيقاع، يعني الإلقاء مالي ما يساعد حتى أقرأ قصيدة مالتي، ولكن القصيدة مالتي راح أنشرها، القارئ اللي يريد يقرأها بهدوء ممكن أن يتمتع بها. فالقصيدة يعني من تكون النظرة أنا بالقصيدة هي خطابية. وهذا ما ألاحظ كثير من الأدباء يعني يحاول أن يكسب أكبر عدد من التصفيق من الجمهور، ولهذا يحاول أن يدخل بها بعض الإيقاعات، بعض الأسماء، بعض كذا، حتى يلفت نظر الجمهور. ولكن القصيدة مو بالضرورة تكون خطابية. طيب، جميل جدا. طيب، نرجع للخليل مثلا. إذا قلنا يعني ممكن نسأل، نطرح ونقول يعني من أين استقى الخليل لإيقاعات؟ طبعا هنالك أفكار كثيرة. أنت في نظرك أستاذ نزار حنا يوسف الديراني، من أين استقى الإيقاعات واطمأن لها الخليل بن أحمد الفراهيدي في رأيك؟ آه، طالما احنا موضوعنا موضوع أوزان الشعر العربي يعني بالمنطقة، قلت لك لازم لا نسلط الضوء إلى ما موجود من التراث في المنطقة. يعني على سبيل المثال نأخذ قصيدة من القصائد الشعر السومري. مم. إذا أخذنا قصيدة من الشعر السومري أيضا بالرغم من هناك صعوبة في إيصال الموضوع كما هو، لأنه الشعر السومري كتب بعد ذلك باللغة الأكادية. الأكادية مم. هي يعني قريبة على السومرية ولكن ليست السومرية 100%. فالعلماء الذين قرأوا التراث الأدبي قرأوه بلغة أكادية، حسب ما يقول طه باقر أحد الأساتذة الكبار بموضوع التاريخ، عالم من العلماء، يقول بأنه العلماء عندما قرأوا الشعر السومري باللغة الأكادية يعني ربما فقد بعض من خصوصياته. هاي من ناحية. مم. الناحية الثانية تعرف أنت إحنا ما وصلتنا هذه القصائد مسجلة صوتيا حتى نعرف كيف كانوا يلفظون. إذا هنا أيضا ممكن أن يعني بعض المفردات نقراها ربما ليست كما كان هم يلفظوها. إضافة إلى ذلك الذين قرأوا التراث العراقي القديم أغلبهم مستشرقين، مم. وهؤلاء على الأغلب كانت ثقافتهم الأدبية ثقافة إما يونانية أو رومانية، متأثرين بالشعر الأغريقي أو الروماني. ولهذا أنا لاحظت من أدرس دراسات هؤلاء المستشرقين يقيسون القصيدة العراقية على ضوء ما يقيسون القصيدة الأغريقية أو الرومانية باعتبار مم. النبرات. ولكن خلينا نقرأ مثلا. أما أنا عندما قرأتها قرأته باعتباري أنا ابن المنطقة، ولغتي إذا كانت السريانية أو العربية هي امتداد للغة البابليين والآشوريين والكلدان والأكاديين والآخرين. مم. ولهذا أنا لاحظت المسألة. القصيدة العراقية القديمة كانت تبنى على الإيقاع الموسيقي. خلينا نشوف. مم. إنه ما إلش لنا بوشو مامو، شوف 5 زائد 5، 5 حركات 5 حركات. شابلش أما تم شو ما لزقرت 5 زائد 5. بعدين الشعر يبدأ يكسر الإيقاع، يقول أبسو ماري شون 5 حركات، وبعدين يقول لك زاري شون 3 حركات 5 زائد 3، وهكذا تبدأ العملية. إذا مم. يعني إذا لاحظت بأن الشعر العراقي القديم كان مبني على الإيقاع، على الحركات. نأخذ مثلا قصيدة سريانية اللي هي قصيدة الشاعر وفى الآرامي، يعتقد بأنه قبل الميلاد. مم. أيضا نلاحظ شوف الشعر مال أيضا وفى إن
تشرشياتي 4 زائد 4 حركات. دبسق وجدي عاقاتي 4 زائد 3. بعدين سامخ وقم لبي صارت 6 حركات. بعدين ارجع مرة ثانية، من كريوثة من عاقاتي 8 حركات، ومن عيطي ومن بيشاثي 7 حركات، دلبة داشا تورين 6 حركات. إذا كان الأساس مم. بالكتابة القصيدة العراقية القديمة والقصيدة السريانية كانت مبنية على الإيقاع الحركي. إذا المتعدد الإيقاعات. نعم، أنا أعتقد الخليل بن أحمد الفراهيدي مم. عندما وضع أوزانه أكيد يعني ما بدأ انطلق من الصفر. أكيد كانت ذاكرته مخيلته نشطة. أكيد سمع كثير من القصائد كان يسميها قصائد السريانية والبداريش، وربما يعني بعض القصائد العراقية القديمة تنقلت شفهيا وما إلى آخره. لهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي من بدأ أن يوضع نظريته بالشعر قسمها إلى تفعيلات، إلى 3 أنواع من التفعيلات. مم. تفعيلات الثلاثية يعني 3 حركات اللي هي فعول فاعل، 3 حركات كل واحدة. بعدين عندك الرباعية اللي هي فاعلات مفاعيل مستفعل مفعولات، كل واحدة كل تفعيلة بها 4 حركات. بعدين الخماسية اللي هي مفاعلة متفاعل، 5 حركات 5 حركات. وهذه التفعيلات أيضا تتكون من مقاطع صوتية اللي هي السبب والوتد والفاصلة. مم. إذا أكيد الخليل بن أحمد الفراهيدي وضعنا 15 بحر، بعدين أضاف إليها تلميذه الأخفش البحر ال16. هذه الأساتذة اللي درسوا هذه الأوزان الخليل صنفوها إلى عدة دوائر. مثلا دائرة المختلف، شوف دائرة المختلف اللي بها البحر الطويل والمديد والبسيط، كل واحدة من عندها هاي عبارة عن 12 حركة. البحر الطويل ب 12 حركة، المديد 12 حركة، البسيط 12 حركة. بعدين دائرة المؤتلف المتضمنة 15 حركة اللي تحتوي الوافر والكامل. مم. بعدين عندك دائرة اللي بيشترب والمتفق والمشتبه المتضمنة 12 حركة اللي هي بحر الهزج والرجز والرمل والمتقارب والمتدارك والسريع المنسرح الخفيف المتضارع المقتضب المشتدد. شوف كل واحدة من ذلك يعني الأساس مالها هي 12 حركة. إذا آه. المعنى هذا بأن الخليل عندما بدأ في كتابة أوزانه أكيد من كانت يعني صورة القصائد موجودة عنده، أي كانت القصائد والأغاني الموجودة والمتداولة في المنطقة. يعني نستطيع أن نقول أنه اعتمد على موروث كان في العالم العربي عندما بدأ يضع بحوره الشعرية. و... وهل يعني شاركتنا أمم غير عربية، سواء كان من قدماء الأمم، يعني في مسألة في الأوزان، في علاقة الأوزان بالشعر غير الأمة العربية؟ أكيد كل أمة اللي عندها الشعر عندها أوزان، مم. ولكن مو بالضرورة أن تكون الأوزان عبارة عن قوالب. بالحقيقة أنا من خلال دراستي للموضوع كان من المفروض على خليل بن أحمد الفراهيدي أن يعتمد على الموروث الشعري الموجود من المعلقات أو غيرها، أن يبني قاعدته على هذا الموروث. ولكن أنا بحسب قراءتي مم. للموضوع بأن الخليل لم يعتمد كليا على الموروث. والدليل على ذلك مم. لو كان الخليل بن أحمد الفراهيدي اعتمد على الموروث لما احتاج إلى هذا الكم الهائل من الزواحف والعلل. على سبيل المثال احنا قلنا عندنا 16 بحر، مم. ولكن إذا تحسب الأبحر بعد إضافة الزحافات والعلل ممكن تطلع حوالي بحر. خلينا نأخذ مثال على ذلك. تطلع مثلا كم؟ 100 بحر. يطلع 100 بحر. خلينا مم. نأخذ مثال على ذلك.
مثلا البحر الطويل، البحر الطويل اللي بها قصيدة القفا نبكي من ذكر حبيبي ومنزل إلى آخره. أها. هذا البحر هو عبارة عن فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. مهم. ولكن من تجي توزن الأبيات القصيدة، أنا حاولت أن أوزنها، لاحظت أول بيت مثلا موزون على هذه الشاكلة، ولكن بتيجي على البيت الثاني والثالث والرابع تختلف الأوزان. وهذا ما أطلق عليه مثلا المقبوض العرض والضرب، بدل ما هي فعول مفاعيل فعول مفاعيل، أصبحت فعول مفاعيل فعول مفاعل، بعدين فعول مفاعيل فعول مفاعل. شوف تغيرت. مم. بعدين تيجي مثلا المقبوض العروض والمحذوف الضرب، أيضا صارت فعول مفاعيل فعول مفاعل، بعدين فعول مفاعل فعول فعول. شوف تغيرت. مم. وهكذا في حالة المكفوف الأثم، صارت فعل مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، وهكذا في بقية الأبحر. إذا أنا أعتقد لو كان الخليل اعتمد على هذه الأوزان لما احتاج إلى هذا الكم من الزواحف والعلل. إذا ما معناته خليل مم. بن أحمد الفراهيدي لم يعتمد على الموروث الأدبي. هاي من ناحية. مم. والناحية أخرى. خلي نعم، خلينا نجي مثلا من نشوف المرويات ماذا تقول عن هذا الموضوع. تفضل. إيه؟ مثلا نجد أبي الريحان البيروني، أكيد مم. سامع به، المتوفي سنة 1048 للميلاد. في أشرت إليه كتابه أنت في حضرتك في حلقتك السابقة. نعم، في مم. كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة، في فصله الموسوم ذكر كتبه في النحو والشعر. ماذا يقول الريحاني؟ مم. يقول: يرجع العروض العربي واليوناني إلى الأصل السنسكريتي، مم. وقد يكون هذا الأصل السنسكريتي بدوره مقتبسا من أصل بابلي قديم، اقتبس، نعم. بدوره على تشابه بين البحور اليونانية والعربية من جهة، وبعض البحور البابلية القديمة. هذا ما يقوله البيروني. مم. وقد قدم لنا البيروني في كتابه أعلاء العديد من النماذج أو من الإثباتات، ده يعتقد بأن خليل بن أحمد الفراهيدي اعتمد على الأوزان الشعر السنسكريتية. مثلا على سبيل المثال الحركة والسكون، يقول مثلا عندك بالسنسكريتي لك معناته حركة سكون، هاي تقابلها سبب خفيف بالعربية. عندك كر اللي هي حركة اللي تقابلها بالأدب بالأوزان الخليل سبب ثقيل. كذلك نجد أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قسم البيت الشعر إلى شطر وعجز، وهذا ما لاحظناه أيضا في السنسكريتي اللي يقسمون البيت الشعر إلى قسمين، يسموه كل جزء منه أو كل اللي شطره والعجز يسموه رجلة. إذا رجلة. رجلة، آه. إذا ما معناته أو رجلة، ما معناته أن البيروني حسب ما يعتقد دكتور صفاء الخلوصي اعتمادا على هذا الكتاب، يقول الخليل استفاد من الشعر السنسكريتي من خلال تقسيم الأبيات إلى أشطر، وتقسيم الشطر إلى تفاعيل، وتقسيم التفاعيل إلى مقاطع خفيفة وثقيلة أو قصيرة وطويلة، والاعتماد على أصوات الكلام دون رسمها، وكذلك اصطناع المصطلحات اللي هي الزحافات والعلل. مم. اعتمد على هذه. ولكن هناك البعض النقاد يذهبون إلى عكس ذلك، يعتقدون بأن الأوزان السنسكريتية هي أخذت من أوزان الخليل هذه الفنون. يا سلام. ممتاز يا أستاذ نزار، يعني هذه رؤية باحث ونحترمها جدا. أستاذ نزار، على هامش الحديث، نحن سنتحدث لسه مع أوزان الخليل
والتشابه بين السريانية والعربية من حيث الوزن سنأتيه. لكن هل تؤمن بترجمة القصيدة؟ هذا واقع حال. إذا مو... بت... إذا تريد تطلع على الأدب الإنجليزي، إذا مم. بترجمه يعني مو كل واحد يعرف الإنجليزي. لا، ولكن المترجم هل الفرنسية، نطلق عليه قصيدة؟ نعم. المترجم يعني مثلا. المشكلة يعني مم. أيضا نرجع إلى نفس الموضوع. المشكلة ماذا تعني بالقصيدة؟ هل تعني بالقصيدة التي تحوي على وزن وقافية؟ تعني بالقصيدة التي تكون خطابية، التي تلقى من أجل الخطاب؟ مم. أم القصيدة هي ما تحوي من مضمون من مشاعر اللي تقدر تحرك مشاعرك الداخلية؟ فالشعر المترجم، على سبيل المثال، أنا من أقرأ قصائد تي اس اليوت المترجمة، مم. يعني حقيقة أحس وكأني دا أقرأ تي اس اليوت بلغته. مم. يعني الذي فالقصيدة يترجم إذا كان شاعرا متمكنا من اللغتين يمكن أكيد، أن ينقل لك الوجدان كما. أكيد. بعض المترجمين، أنا أقرأ مثلا أحيانا بعض المترجمين دا يترجم القصيدة وكأنه قطعة، يعني شو أقول لك، يعني مقال مدى ينطيها حقها، ولكن فبالتأكيد راح تلقى هناك. أن القصيدة ركيكة. مم. أما هناك إذا عبارة. المترجم مثل ما تفضلت يكون متقن باللغتين، لغة المترجم منها واللغة اللي يترجم إليها، أكيد راح تكون القصيدة تحوي على مقومات القصيدة الحقيقية. طيب، إذا كانت القصيدة في مضمونها في تخلقها، هي قضية ذاتية، ذاتية الشاعر ووجدانه وإحساسه بالشيء، أن ينقله للناس في شكل من أشكال التأثير وإحداث يعني لذة فنية كما يقال يعني. لأنه الأدب هو إحداث لذة فنية عند السامع أو القارئ أيا كان، وخاصة في الشعر. فإذا كان يعني خصوصية الشعر وذاتية الشعر بالنسبة للشاعر، فهناك من يرى ويقول ليس بالضرورة أن يحس المستمع بنفس الإحساس الذي أحس به الشاعر، حيث المعنى في بطن الشاعر كما يقال يعني. ولذلك هذه المسألة برضو ليس بالضرورة، ولكن إذا كان متمكن المترجم يمكن أن ينقل إحساس الشاعر. وأحيانا إحساس الشاعر ذاته، حتى الذين يعملون بالنقد، يعني دراسات النقدية يعني، لا يصلون إلى المعنى الحقيقي الذي كان يعنيه الشاعر من ذلك. بهذا المدخل أستاذ نزار، هل تؤمن ب... ب... بالدراسات النقدية في الشعر؟ من المؤكد احنا إذا ما عندنا دراسات نقدية الشعر ما راح يتطور. الدراسات النقدية، مم. لأنه المفروض طبعا الدراسات النقدية الحقيقية يعني تعتبر مثل المرآة اللي تعكس الصورة. مثل ما تفضل، نعم، أحيانا الناقد أو المترجم ما يقدر ينقل الصورة الحقيقية مثل ما كان يفهمها الشاعر، أو مثل ما يريد أن يعبر عنها الشاعر. مم. ولكن أنا أعتقد 90% من عندها الناقد والمترجم يقدر، إذا كان متمكن، يقدر أن يشوفها وينقلها. لأنه المسألة تعرف يعني الموضوع من نقول مدى يقدر يعني ينقلها 100%. كان أحيانا الشاعر يحتاج إلى أن يستخدم بعض الرموز حتى لا تكون القصيدة مكشوفة. يعني على سبيل المثال أحكي، يقال يعني بإحدى الرسائل المتبادلة كانت ما بين بدر شاكر السياب وشخص آخر لا أذكر اسمه. شاعر. مم. يقول بدر شاكر السياب: أنهيت من كتابة القصيدة، ولكن بحاجة إلى أن أصنع بها بعض الغموض. ليش؟ لأنه الوضع السياسي بالمنطقة يتطلب أحيانا الشاعر أن يكون غامض حتى لا يتعرض إلى سؤال وجواب. مم. بعض الأحيان نعم، ولكن الشعر الأوروبي، أنا متأكد الشعر الأوروبي ما محتاج إلى أن يتهرب من قول الحقيقة. ولهذا إذا تلاحظ القصائد الغربية، يعني إذا لاحظ كثير من عندها بها نوع من البساطة.
يعني ببساطة، بحيث يعني دا يريد يقدم ما عنده بكل سهولة إلى المقابل. كلام جميل. أستاذ نزار، أنت علم العروض بما يسمى بعلم العروض، أنت تغطي على القصائد أيا كانت القصيدة مكتوبة بأي شكل من الأشكال، يعني لك علاقة بعلم العروض؟ تعرف أنا يعني علاقتي مع علم العروض هو علاقة يعني مثل ما أقول دراسية. دراسية. لأنه ما بدي أكتب شعر عمودي، ما بدي أكتب شعر موزون مقفى، لا بالعربية ولا بالسريانية. إذا الموضوع علاقتي مع علم العروض هي علاقة علاقة دراسات يعني. نعم. دراساتية. هاي يعني خلينا ناخذ بموضوع يعني بشكل آخر، ننظر إلى الموضوع بشكل آخر. إذا أخذنا علم العروض بصورة عامة، مم. نجد بأنه كان الدافع الأول لصاحب علم العروض هو إحساس الموسيقي للقصيدة. مثلا مم. نلاحظ أن الأستاذ كمال إبراهيم، الذي يعني في خلال المقدمة ماله اللي كتبها عن كتاب القسطاس، القسطاس اللي هو لل آه، نسيت اسم صاحب القسطاس، الزمخشري. آه. إيه، من خلال تقديمه لهذا الكتاب، يعني دا يؤكد، دا يقول: والحق الذي لا مراء فيه إن مقاييس الشعر أو أوزانه قد استخلصت من ضروب الغناء المختلفة التي كان العرب منذ عصور أولى يتغنون بها. إذن يقول: فالشعر هو بديل للغناء. إذن القصيدة عندها علاقة مع الغناء، عندها علاقة مع الموسيقى. وكذلك أنطون التكريتي عندما يتحدث عن علم العروض السرياني أيضا يذهب إلى هذا الموضوع. ده يقول، طبعا أنطون التكريتي هو القرن التاسع الميلادي، يقول أيضا بأنه الشعر مرتبط مع الغناء. كان كثير من القصائد إما كانت تغنى بالحفلات والأعراس، أو كانت تغنى أثناء بالحروب. ويعتقد أنطون التكريتي بأن الأوزان الشعر كان يعني جاءت نتيجة للإيقاع، إيقاعات الأصوات الطيور مثل الديك أو غيرهن. فإذا فالشعر، أوزان الشعر إذا مرتبطة بالموسيقى، بالغناء. هاي مم. خلينا ناخذ من ناحية أخرى. على سبيل المثال، يعتقد الزمخشري يذكر في كتاب القسطاس بأنه سئل خليل بن أحمد الفراهيدي، مم. قالوا له: هل كان للعرب أوزان قبل ما أنت تكتب الأوزان؟ قال: نعم، مررت بمدينة حاجة في إحدى المدن، يعني مدينة في مكان ما، مم. وجدت شيخا يعلم طفلا يقول له: قل نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا. سألت: ما هذا؟ قال: هذا علم يسمونه علم التنعيم. يقول: عدت بعد ذلك، فعلى ضوء هذا ما كان يقوله الشيخ وضعت البحر الطويل. اللي اللي يقابل ذلك هو أيضا هذا الوزن، هو وزن نسميه احنا البحر الأفرامي أو المزدوج، اللي بيه 7 حركات: نعم لا، شوف 3 حركات، نعم لا لا 4 حركات. مم. اللي هو البحر الطويل اللي من عنده فعول مفاعيل، شوف أيضا 7 حركات. إذا هذا يعني بأنه أيضا الخليل ما انطلق من لا شيء، انطلق من تراث. وإذا تجي تلاحظ يعني الأغاني الشعبية الفلكلورية ستجدها أغاني موزونة. جميل. أنا المدخل للسؤال كان إيش الهدف من السؤال؟ أنه هناك كثير من الشعراء ليس لهم علاقة بعلم العروض، يعني يكتب شعره وعارف على السليقة هكذا. يحس إذا في خلل في الوزن في جرس الموسيقي وما إلى ذلك،
ولكن هنالك من يقول على الشاعر أن يكون له علاقة بعلم العروض. أنا على المستوى الشخصي ما عنديش علاقة بعلم العروض، يعني ما أكتب القصيدة، لكن لو سألتني من أي بحر هي لا أعرف، وإن كنت أميل إلى الكامل والطويل في الغالب يعني. فأنت هل ترى ضرورة أن يكون الشاعر أن تكون له علاقة بعلم العروض؟ أنا يعني كرأيي الشخصي، مم. أنا أذهب إلى ما أنت تذهب إليه، أن الشاعر أن يكتب القصيدة من خلال إحساسه الموسيقي، مم. من خلال الأذن الموسيقية. يعني أنت تفضلت بأنه تكتب قصيدة ولكن ما عندك علاقة بعلم العروض. هي نعم. المشكلة، العلم العروض هي عبارة عن قالب، عبارة عن قالب أنت تمشي توزن بها بالقصيدة مالتك. الوزن ولكن الموسيقي يعني. ولكن أنا يعني ليش أنا أعطيتك مثال بأنه القصيدة القديمة كانت مبنية على الإيقاع، على الحركة. بنقول حركة يعني إيقاع موسيقي. يعني هل كان الشعراء المعلقات كانوا يجدون أوزان الخليل؟ بالتأكيد لا، لأنه كتبوا قصيدتهم على الأقل 200 سنة قبل الخليل. مم. وأنا أربط في الغالب، أحيانا عندما أود أن أوزن البيت أحس فيه خلل أو شيء من ذلك، وتحدثت عن ذلك، قلت الشعر كان له علاقة بالغناء أو علاقة بالتغني يعني. يعني أميل أمشي إلى المدائح مثلا. يعني المدائح مثلا عندها المدائح الدينية يعني. فمثلا بنقول مثلا في المدائح لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، محمد رسول الله مفتاح الجنة مثلا، هكذا. فلما دار أوزن مثلا أحيانا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. الإيقاع هذا إذا البيت فيه خلل بتحس به إنه في مشكلة في العناية. صحيح. ولهذا البعض من الشعراء مثل ما امم. تفضلت ما كان يجيدوا أوزان، ولكن نعم. يحاول أن يجيب أغنية على قياس الأغنية، على لحن الأغنية، يكتب قصيدة مالته، يعني يحاول أن يغنيها على نفس القياس وتطلع تطلع موزونة. موزونة. نعم. أنا غالبا أنا شعري بوزنه، أمشي للمداح إذا حسيت فيه، إذا يعني شكيت إنه يمكن في حاجة هنا. طيب أستاذ نزار، الآن أنت يعني الشعر غير العربي أنت بتقطعه على الحركات، سواء كان شعر سرياني أو غير ذلك، سومري وغيره وغيره. لو أديناك يعني أبيات بواحدة من اللغات السامية مثلا، زي ما أنت درست طبعا في دراساتك الأثرية وفي تطور المقاطع والكتابات في الآثار يعني والمخطوطات، درست شيء من اللغة التجرينية والأمهرية والتجريت. فلو أديناك مثلا بيت شعر كده نسمعك ليه يعني بالتجريت مثلا، تقدر تقول لنا على أي حركة هذا البيت؟ آه يعني تعرف كيف، مم. أنا لا أجيد التحدث باللغة التجرينية. لا أسمعك ليها مثلا، أنا أقولها لك. إذا أنت تسمع لي إياها ممكن أوكي. طيب، إذا مثلا في بيت شعر بلغة التجريت خلينا نمشي يعني. نعم. يعني يقول الشاعر: السئليني وجوكت قولكي أفت بدلا. أعتقد 10 حركات. آه. طيب البيت الثاني: السئليني، ده الأول، ده السئليني وجوكت قولكي أفت بدلا، 10 حركات. أحس ما قدرت أن أخذ من عندك. أوكي. طيب. ربما فاتت لي بعض الحركات. أنت تقدر، يعني أنت تقدر تشوف الحركة. آه. السيليني شوف 4 حركات. ها. وجوكت. السيليني 4 حركات. بعدين سئليني وجوكت وجوكت 3 حركات، صار سباعي. قولكي أفت بدلا، 6 حركات. أولكي. قولكي أفت بدلا، أولكي آفوت برتا لا، 7 حركات. 7 حركات. إيه 7 ب7. طيب البيت الثاني: بعل شام إلا يودي الباب حقود حابرة مثلا، بعل شام إلا
باع الشام إلا، هاي يود- 5. يودي. إي وديت، هاي صاروا 8. الباب حقط. الباب حاقت، حابرا. 12. آخر كلمة حابرا. عبارة، صارت 15. طيب، نفس الإيقاع بتاعت البيت الأول مع البيت الثاني. يعني اكيد هي صارت يعني يعني متقاربه. يعني المشكله مو هاي، لازم انت تقعد على راحتك تقطع المقطع. يعني على ضوء الاوزان الشعر السرياني مثلا، مم. التفعيله اللي عندنا احنا اللي نسميها دعامه يجب ان تكون معنى مالها متكامل واضح. اذا تاخذها على الحركات لازم تاخذ المقطع، تاخذ مم. المقطع يكون معنى ماله واضح. بينما إذا تأخذها على أوزان الخليل من المحتمل يعني ما تلقي به معنى، لأنه التفعيلة أحيانا تأتي من خلال نصف الكلمة الأولى نصف الكلمة الثانية، مم. ما تعطي معنى. وهذا الفرق أيضا، إذا الفرق بين الأوزان الشعر السرياني والعربي. يعني نحن دخلنا في المحور يعني نعم. أوجه التشابه، كنت أسألك أوجه التشابه بين الشعر العربي والسرياني من حيث الوزن. نعم. شو أيضا هذا موضوع. الوزن العربي يعتمد على عدد الحركات وقدرها، يعني عدد حركة، يعني حركة وسكون. أما الشعر السرياني يعتمد على الحركة فقط. ولهذا بالشعر السرياني مم. ماكو إشكال عندنا بين فاعل وفاعول، نفس الشيء 3 حركات. مثلا فاعلات، ما فاعيل، مستفعيل، ماكو فرق عندنا، هي 4 حركات. ما فاعلة، متفاعل 5 حركات. كذلك ما عنده فرق يعني بين السبب الثقيل اللي هو حركة حركة، وتد مجموع اللي هو حركة حركة سكون، ووتد مفروق اللي حركة سكون حركة. بينما بالعربية لا، يجب أنت أن يعني تكون مقيد بهذا الموضوع. نجي مم. للحالة الثانية، المقطع الموسيقي اللي احنا نسميه دعامة اللي تعادل التفعيلة بالسريانية يجب أن تكون متكاملة، معنى متكامل. أما بالعربية لا، مثل ما قلت لك قد تكون متكون من نصفي كلمتين ما تعطي معنى. مم. نجي مثلا بالسريانية لا يجوز التدوير، لا بين الأبيات ولا بين الدعامات. بينما بالعربية يجوز التدوير. بالعربية اكو زحافات والعلل، بالسريانية ما موجودة. مم. طيب. ولهذا السريانية هي بالحقيقة تعتمد على الحركة فقط، على الإيقاع الموسيقي. أما العربية لأنه الأوزان الخليل يعني دائما يستخدم الحركة والسكون. نعم. طيب أستاذ نزار، لو مسكنا هسي بيت آخر. عفوا عزيزي المشاهد. تفضل أستاذ نزار. نحاول نعطي بعض الأمثلة التشابه مش كده؟ عن التشابه بين العربية والسريانية من حيث واللغات الوزن. الأخرى. من حيث مثلا الوزن. ناخذ أولا الأغاني الفلكلورية. يعني بقى شوف، الأغاني الفلكلورية وصلت كثير من عندها شفاهيا، ولكن حافظت على الإيقاع الموسيقي مالها. ناخذ على سبيل المثال أغنية شعبية موجودة بالعراق نسميها جاسم جسومي. شو راح مم. أقرأ إياها؟ جاسم جسومي، لا تأكل ثومي، عفوا لا تأكل نومي، نومي تقوسخة، توسخ هدومي، جتي زهوري، كسرات القوري. شوف 5 حركات كلها على 5 حركات، شوف مم. الإيقاع الموسيقي. ناخذ مثلا أغنية أخرى موزونة على آه 6 حركات، مثلا اللي هي أغنية مطر مطر، مم. مطر مطر الشاشة، شوف 6 حركات. عبر بنات شباشة، مطر مطر عاصي، صول شعر راسي. شوف الإيقاع الموسيقي شلون ده يجي، ست مم. حركات 6 حركات. نجي أغنية أخرى على 7 حركات، أغنية مغازل. مم. بيدي بيدي مغازل فريته، تحت الشجر حطيته، بين الجمل والناقة، يا عصيت التفاكة. شوف كلها 6 حركات 6 حركات.
واحيانا بعض هذه الاغاني لها اكثر من وزن، اللي احنا نسميه بالسرياني الوزن المركب. مثلا اغنيه طلعت الشميسه، طلعت الشميسه على وادي العيشه وعيشه عراقي والى اخره. شوف هاي موزونه على اكثر شميسة من دي وزن. الشمس مش كده؟ الشمس. ها، الشمس يعني الشميسة. نعم. هاي بها اكثر من وزن، 5 حركات، 6 حركات، 7 حركات. هذا نسميه احنا وزن مركب. نجي الشعر الحر ده. نعم، هسه نجي ناخذ بعض النماذج، مم. بعض النماذج من الشعر السومري والسرياني والعربي، ونضيف على شعر كردي ايضا. شوف كيف ده، كيف ده يمشي الوزن. ماشي. مثلا ناخذ على وزن 7 حركات، وزن 7 حركات. ناخذ مثلا من الشعر العراقي بيت من الشعر قصيدة قلقامش، اللي هي كتبت مم. سنة 2850 قبل الميلاد. شوف، لو أوبوزو باتوكا، شوف 4 زائد 3. ناخذ مثلا أيضا بيت آخر من قصيدة الثرحاسيس، اللي هي قصيدة بابلية قديمة. شبشق إيلي رابيما، شوف 4 زائد 3. ناخذ قصيدة بس من السريانية على وزن يعني البحر الخماسي، عفوا السباعي. قصيدة لمار أفرام اللي هو القرن الرابع الميلادي. مم. سيما دين لا مستكب، شوف 3 زائد 4. نجي مثلا من الشعر العربي، مم. ناخذ ايضا موشحة ابي عبد الله محمد بن عباده المعروف بابن القزاز. ايضا شوف، بادرتم شمس ضحى غصن نقى مسك شم، ما اتم ما اوضح ما اورق ما اتم، شوف 4 زائد 3 او 3 زائد 4. مم. ناخذ ايضا من الشعر الكردي على هذا الوزن. شوف، هرو سجر الفاوي، شوف 4 زائد 3. دبم كيف الميخانة، 4 زائد 3. أيضا مثلا ناخذ على وزن 8 حركات، ناخذ من ملحمة قلقامش أيضا جوزا لاشو نوني نورتا، 4 زائد 4. ناخذ من الشعر السرياني قصيدة أيضا لمار أفرام، مارن إيشع ملكز غيدة دزغب حشي الموت طرونة، شوف 4 زائد 4. ناخذ طيب. مثلا من الشعر العربي مهم. قصيدة اللي يعني الشعر العربي القريض، إن الدنيا قد غرتنا واسهاوتنا واستلهتنا، لسنا ندري ما فارطنا فيها إلا ما قدمنا. يا شوف سلام. 4 زائد 4 صفر حركات. ناخذ مثلا قصيدة لرصافي يقول، كلوا يا أيها السادة، شوف 8 حركات، كما تنكره العادة، 8 ب8. ناخذ من الشعر الكردي أحسن جيفي نزبة لاطف جندي سيفك هاتي خافف، شوف 4 زائد 4. ناخذ مم. مثلا 10 حركات. ناخذ ما جاء على لسان الإله أبسو إله المياه من الشعر السومري، شبلش آماتم شو ما لا زقرت، 5 زائد 5. ناخذ من الشعر السرياني قصيدة للشاعر إبراهيم شكوانة، مم. شو حابش مية وعلى الأرعش لامة بيوم دقيمتي ملكة دشلامة، شوف 5 زائد 5. ناخذ مثلا من الشعر العربي استاذ محمود نزار. الصافي، ناخذ نحن شعر قبل نهاية اللقاء عايزين نسمع قصيدتين، قصيدة سريانية لك وقصيدة عربية، فلأنه طبعا. الزمن قاعد يدركنا، ومع اوكي، أشكرك مع شكر الجزيل للنماذج التي تقدمها من لغات مختلفة عشان تؤكد لنا أنه الحركات قد تكون متساوية وممكن تختلف، ولكن يعني حتى على الرغم من أنه عدم معرفتنا باللغات اللي كنت تقولها، لكن في إيقاع وفي جرس وفي في موسيقى يعني. هو اللي ردت أتوصل إلى بأن الشعر كان يبنى على الحركات، يعني مو حركة وسكون. ولهذا أنا مم. أعتقد مع آخرين يعتقدون مثل كمال إبراهيم ودكتور صفا خلوصي اعتمادا على البيروني مم. والزمخشري،
بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي هاي الحركة والسكون ربما أخذها بالتأثير من السنسكريتية. ولا تنسى بأن خليل بن أحمد الفراهيدي ولد في البصرة، مم. والبصرة كانت ملتقى الثقافات الهندية والفارسية واليونانية هذا والسريانية. الكوفة، نعم. مم. نعم. خلي أقرأ لك مقطع من قصيدة بالسرياني. لك. مرايد ماراثون، قصيدة طويلة، أقرأ لك مقطع من عندها. من عندك يا أستاذ نزار؟ نعم، قصيدة تفضل. ممتعة. لك. نعم، مو شعر من عندي. نعم، إيه. سريانية وبعدين واحدة عربية. نعم. بالسريانية نقول إلك إيش؟ لك. قصيدة لك. شحتف. قصيدة شحتف. إيه. مم. القصيدة اسمها شنو بالسريانية؟ شحتة. هي وشحتف. شحتة هي بالحقيقة لفظة يونانية. كان المفروض أن نستخدم كلمة شعرة. شعرة هي كلمة سومرية قديمة. شعرة. شيرة. آه. السومريين كانوا يسمون الشير. جميل، تفضل أستاذ نزار. سرهاوي وعراقة أن عيوي، أرى موراي وعم لقلاقي، دماطي الدكتة شحنتا، ينقي بموراي عمن وإحنا عراقة، وعراقة بثرا بوح شعوتي، وعربلي اتشايا دعتي من هادخ، حازت العراق بسرهاوة، صوبد مرقلي رتيحي، يان مر صوبد الشيول حتيتا، تفرقع من تمس والرويعي. ايضا نفس القصيده يعني قصيدة بجزء وطنية. ثاني. عراق لا تحتك عن العراق. نعم. قصيدة وطنية. هي عن الهجره. تحكي عن العراق إيه. وبنفس طيب، الوقت كتبتها بالعربي ايضا، يعني نفس القصيده اللي هي سباق الماراثون. تقرأ لنا لو تفضلت إن شاء نعم. الله. مسرعه كانت الغيوم، ربما كانت تتسابق مع اللقالق، فكلاهما يركضان الى حيث دفء الصيف، أو ربما كانت تتسابق معي، وحيث الرياح الصفراء تطاردنا، والضباب يخفي عنا المستقبل، لذا ترانا نركض إلى حيث المراجل تغلي، إلى الجهنم الذي نصبته لنا آلهة العالم السفلي، لنتخلص من ديموس. ديموس طبعا هو إله تموس والربيع. لذا ترانا نركض ونمسح بأذيالنا آثار أقدامنا، كي لا نعود من جديد، ونزرع أرضنا بالمحبة والفرح. فلم العودة إن كان في بلادي أحدهم يسلب أرضنا والوجود. قصيدة طويلة. طيب، جميل جدا أستاذ نزار. هل هذه قصيدة هسي متحررة من الإيقاعات والحركات، أليس كذلك؟ نعم، يعني معتمد على الإيقاع الموسيقي، يعني هذا أعتمد. غاء الموسيقى الداخلي يعني. نعم. أنا أشكرك باسم كل المشاهدين أستاذنا نزار حنا يوسف الديراني، الشاعر والباحث والناقد، وكذلك المهتم بتاريخ المخطوطات. كيف تختم لنا هذا الحديث الطيب، وتحدثنا فيه علاقتك بالشعر وبحور الخليل والبحور في الشعر العربي، وعلاقة الموروث العربي كذلك، وعلاقته ببقية الأمم في المنطقة في شعرها أو غيرها. وكذلك تحدثنا عن المرويات بصدد أوزان ابن الخليل، أو أوزان الخليل أعني، والتشابه بين السريانية والعربية من حيث الوزن، ومن أين استخلص الخليل تلك الإيقاعات. هي محاضرة قيمة كانت، دسمة يعني. فبما أنك أنت عضو الملتقى الثقافي العربي الأسترالي أستاذ نزار، بما تختم لنا هذه الحلقة، وأنت رجل إن شاء الله مرحب بك دائما. في البداية طبعا أوجه لك شكري وتحياتي وتقديري ولكادر اللي يشتغلون معك. شكرا جزيلا لكم. ولكن أيضا دعني أن أعطي مثال. أنا قرأت مقابلة مع شاعرة أمريكية، مم. قيل لها لماذا الشعر الأمريكي تطور، أو يعني تطور كثيرا؟ قالت لأننا لا نملك أرث، لا نملك تراث شعر قديم، ولهذا بدأنا إلى حيث انتهى الكثير من الآداب الأخرى.
يعني انطلقنا انطلاقة ما عندنا قيود، يعني كنا أحرار في انطلاقتنا. ولهذا أنا أدعو الأدباء بصورة عامة أن لا يقيدوا نفسهم بالتراث القديم، لا يقيدوا نفسهم بأوزان التي تقيدهم. يعني يحاول الشاعر أن يكتب قصيدته كما تأتي كما تجري. يعني مثل ما من تفتح الماء على أرض مسطحة، الماء هي تأخذ مجراها، هي اللي تكون لها ساقية. فأتمنى من الشعراء أن لا يفكروا بالخطاب والتصفيق واللايكات وما إلى آخره، أن يحاول أن يكون صادق مع نفسه وأن نعم. يقدم ما عنده إلى الآخرين. أنا عندي القصيدة الجميلة جدا هي التي تدعوني لأكتب قصيدة في أخرى. يعني مثلا أحيانا أقرأ قصيدة مثلا لتي اس إليوت أو لشاعر آخر، وتشوف بعد 3 4 5 ساعات 6 ساعات أو ثاني يوم ولد عندي قصيدة وأكتبها. نعم. فإذا هذه هي القصيدة الجميلة. نعم. وليس كل ما يأتي من من القارة عجوز، كل ما يمكن بالذات الأمريكا وما إلى ذلك، ولكن نحن نتحدث في الشعر وما إلى ذلك. ولكن دائما إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كما يقال يعني. فالشعر العربي شيء وشعر غير العرب شيء، خاصة نعم. نتحدث يعني عن اللغة، احنا هي يعني لغة المشكلة، البيان يعني. العفو استاذ، المشكلة عندنا يعني دائما كل شيء بدنا نخلي فيه سياسة، بدنا نربطها مع سياسة. أمريكا اللي هي 300 مليون، ربما السياسيين ما يطلعون نص مليون، البقية كلهم ما عندهم علاقة بالسياسة. مم. فالمسألة يعني احنا من أن يحب القصيدة قصائد تيس إليوت، أنا ما عندي علاقة بالسياسة الأمريكية. تيس إليوت هو مو رئيس أمريكي مثلا. أنا من يعجبني قصائد لشعراء إنجليز اللي قبل 100 سنة 200 سنة. هؤلاء ما يتحملون أخطاء اللي حاليا بعض الحكام دا يأدوها. يجب أن نفصل الثقافة والأدب عن السياسة. ولكن من الصعب جدا انه الشاعر ده تفكفكه حتى من معتقداته وبعده السياسي وموقفه من شأن وطنه او مجموعته التي يعيش بينها. على كل هذا الحديث صحيح 100% صحيح. أنت الحديث بإمكانك أن تمارس السياسة، كن سياسي وتتفاعل أو مع الآخر بما يحمل من الأفكار السياسية، إذا كان متقارب لك أو لا. من حقك أن تعتبر الأمريكان مغتصبين. يعني الأمريكان أنا من حقي أن أعتبرهم محتلين العراق، ولكن ما من حقي أن أعتبر تي اس إليوت محتل آه، وأتعامل به باعتبار عدو لي. لا. كلام عميق شوية. لكن دائما الابتعاد عن الموروث له سياسات وله أجندة سياسية. كل شيء موروث بما فيه أشياء كثيرة ما دارين نخوض فيها. لكن علينا أن نعتز نحن كعرب، أن يعني ثقافتنا ولغتنا لها موروثة ولها مرتكزاتها. الفكاك عنها يخلينا الشخصية العربية ذاتها تكون هشة وهذا ومفكفكة، حق كما مشروع، هذا يسمى حق مشروع. الغزو الثقافي وما إلى ذلك. أنا أشكرك سيد الكريم نزار، الأستاذ الشاعر الناقد نزار حنا يوسف الديراني، على تفضلك للحديث معنا في قناة سلام الإعلامية المباركة. ممنون سيد شكرا الكريم. جزيلا. أيها المشاهدون الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين، تحياتي محدثكم أحمد شريف مع فريق العمل الفني والإداري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.